صباح الخير وصباح البركة، صباح النعمة والحضور الإلهي ليومك ويومك أختي العزيزة. لو أنت حاسس إن في تعب عليك الوقت اللي فات، أو في ناس بتتعبك وحاسس إنك ضعفت أو متألم، في قرار ينفع تاخده النهاردة أخده بولس الرسول. قال إيه؟ فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا. ينفع تاخد القرار ده، لكن القرار ده عشان تاخده لازم يكون فيه إعلان قوي في روحك. قال كده الرسول بولس: لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع. لو عايز مناعة ضد كل تعب ومتعبين، ضد كل طيارات العدو، ضد كل خطط العدو، تعمل تفشيل ليهم تماما، خد القرار ده اللي أخده بولس الرسول في غلاطيا 6:17: لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع، أي جروح الرب يسوع. استقبل الكلام ده: حامل في جسدي جروح الرب يسوع. أنا بستقبل يا رب ضد كل أمر، ضد كل مشاكل، ضد كل أمراض، ضد كل أتعاب، ضد كل طرق وخطط العدو. حامل في جسدي سمات الرب يسوع. ليك كل المجد. فيما بعد ادي القرار ده، اعلنه وانت بتحمل، وانت بتستقبل، وانت بتشبع سمات الرب يسوع في جسدك. قول وما تخافش، قول وبجراءة: فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا. لأنك محمي، لأنك متبارك، لأنك تستطيع أن تغفر، لأنك تستطيع أن تحتمل، لأنك حامل في جسدك سمات الرب يسوع. هللويا. أصلي إن دي ما تكونش آية، لكن أصلي إن يكون ده إعلان. فكر في الآية دي وصلي بيها واستقبلها في روحك في اسم المسيح. آمين.